والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية، أنتم من يعز عليكم. اليوم جيت لكم بروتين جديد، فلوق جديد من فلوقات أيام العيد. الصراحة يعني تأخرت عليكم في تنزيلها لأني والله محوسة في البيت هذا، يعني حايسة والله لا يوريكم يا بنات من الحوسة اللي إحنا فيها. طبعا قلت لكم إحنا على وش، يعني خلاص على وجه نقل، بس أنا أستنى الأولاد عيالي يختبرون ونخلص من مدارسهم من هنا وننقلهم على مدارس ثانية، يعني تكون قريبة لنا للبيت. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نبدأ فيديو هنا. طبعا زي ما تشوفون هنا بدأت بتوزيعات العيد. آه بدأت ترى بتوزيعات العيد. زي ما تشوفون هنا أخذت توزيعات هذه من موقع في التيك توك. تعاملت معه مرتين. أيوة تعاملت معه مرتين وهذه ثالث مرة أتعامل معه. الصراحة توزيعاتهم روعة روعة ما شاء الله عليهم، وبراند أصلي، يعني الصراحة يعني أصلي يعني العطور عندهم فرنسية أصلية، بس إنها تيجي ميني صغيرة يا بنات، عينات صغيرة. تنفع توزيعات زي كذا، وتجي معها هذه البوكس اللي يجي ترتبين فيها. أنا أخذت 12 حبة زي ما تشوفون هنا. بعد ما خلصتها ورتبتها حطيتها على جنب. البوكس الثاني، التوزيعات الثانية حطيت فيها القهوة مع أكواب القهوة، وطبعا بحطها في أكياس صغيرة وحطها توزيعات. زي ما تشوفون هنا الأكواب وزعتها كلها في أكياس القهوة وحطيتها على جنب، يعني تكون توزيعات. بحطها في البوكسات تبع تشوفونها هذه البوكسات كبيرة، بحطها جوتها كوب القهوة مع القهوة، وبحط فيها هذا يا ربي الماسك، وبحط كوب القهوة فيها. طبعا سبحان الله يا بنات، العيد هذا لا إله إلا الله. صح الأيام الحلوة تمر بسرعة، بس حسيت بالعيد هذا كأنه مر في سرعة البرق والله العظيم. يعني الحمد لله استمتعنا في أيامه الحمد لله جمعتنا والحمد لله، بس ما أدري حسيت إنه مر كذا بسرعة والله العظيم، حسيت إنه مر بسرعة. فالله يعيدها علينا الأيام الحلوة ولا يجيب لنا أيام حزينة يا رب. هنا حطيت التوزيعات للأطفال. أخذتها من شيء إن التوزيعات هذه حطيت عليها دبل فيس اللصق اللي يجي زي كذا، وحطيت فيه الحلاوة ولصقتها وحطيتها على توزيعات. هنا طبعا تكملة الفيديوهات اللي شفتوها. الحنيذ طبعا بعد ما ذبحنا الذبيحة حنذنا طبعا في الليل علشان الأجواء تكون حارة. في النهار الصراحة ما قدرنا، يعني على المغرب كذا بدأنا نشب النار ونحط اللحم في هذا الميفا، وخليناه يمكن ساعتين كذا على بال ما يستوي. هنا بعد ما استوى الحنيذ بدأنا نغرف ونتغدى، يعني غدا في عشاء صراحة. فهنا سلقت الرز مع بهارات صحيحة وخلاص. الحمد يا ربي لك الحمد. بنادى عيدنا في الليل اللي هو عيد عند أمي عند الجدة. تجمعنا، أخذنا الكيكة، أخذنا قهوة. يا ربي لك الحمد، اللهم دمها نعمة واحفظها لنا من الزوال. طبعا يوم الثاني عندي كان العيد، كان عندي بدأوا يعيدون علي أمي وخالاتي وخالتي وبنات خالتي. فالحمد لله على كل حال، اللهم دمها نعمة واحفظها لنا من الزوال. الله يديم علينا جمعاتنا ولا يحرمنا من بعض، ولا يحرمكم من اللي تحبونهم وتعزونهم.
يا رب العالمين. وإن شاء الله إن شاء الله خلاص يعني هانت، ما عاد باقي له شوي وخلاص أنقل بيتي، فتبدأ الفعاليات والترتيبات والحاجات الحلوة إن شاء الله، ويجعله بيت عامر يا رب بطاعة بالطاعة، وإن شاء الله يبعد عنا كل شر. طبعًا هنا في الليل اليوم الثالث رحنا نعيد عند خالتي، طبعًا جمعت لكم الفيديوهات عند خالتي وبنات خالتي رحنا نتجمع عندهم، يعني جمعت لكم زي ما قلت لكم الفيديوهات، فيا ربي لك الحمد. طبعًا هذا كان لبسي في الليل، لبس بسيط خفيف، حبيت إنه يكون خفيف يعني بما إن الأجواء هنا عندنا حارة، فزي ما تشوفون هنا هاللبس خلاص استعديت وبنروح يعني بنروح عند خالد عمتي أم أخت أبوي، بنروح نعيد عندهم. بعدين لأن كان في شغل بسيط كذا في المطبخ، قلت لزوجي يسويه، غسالة المواعين، يعني أبشركم الحمد لله أخذت لي في الديرة غسالة المواعين، فاللي معي في الخميس نزلتها الديرة، بيتي اللي في الديرة لأني بشتري الخميس شيء جديد يعني. فبعد ما خلصوا أنا كنت رحت أعيد على عمتي، رجعت والبيت زي المنظر اللي تشوفونه هذا، بعد ما كسروا في فككوا يعني في الدولاب وكسروا في البلاط شوي، ويعني شلت الهواية يا بنات تبع المطبخ هذه اللي ما منها فايدة، والله ما منها فايدة يا بنات، بس صوت، والله بس صوت. فالحمد لله ندمت إني أخذتها، والله إني أخذتها بذاك السعر، بس الحمد لله على كل حال الله يعوضنا. اضطريت إني أفتح فتحة في الشباك في المطبخ وحطيت الهواية العادية يا بنات اللي متعارف عليها، والله العظيم لا كشنة طلعت في البيت ولا ريحة يعني أكل في البيت ولا شيء من بعد ما ركبت الهواية العادية هذه. فالحمد لله خطوة زينة يعني الحمد لله سويتها. خلاص بدأت بعد ما جيت، بعد ما رحت أزور أقاربي ورجعت البيت، شفت البيت بهذا المنظر، فقلت يلا يا بنتي حنان ما بدهاش، ابدأي بحملة تنظيف المطبخ. فمنها ساعدوني البنات اللي غسلت لي الحوامل تبع الفرن، بدأت أمسح الرخامة وعلى الجدار، نفضنا الجدار والدواليب، يا الله قد إيش لقينا تقول دقيق، والله تقول دقيق نثرناه على الدواليب المطبخ. فالحمد لله أخذت المنفضة نفضت اللي على الدواليب، بعدين بنتي مسحتها بمناديل مبللة الدولاب كله من فوق ومن تحت، وبعدين أنا بدأت على الرخامة وبنتي غسلت الحوامل تبع الفرن وبدأنا ننظف. يا ربي لك الحمد، والحمد لله أنجزنا الحمد لله. فزي ما قلت لكم نزلت غسالة المواعين البيت اللي في الديرة، حطيتها في الدولاب، يعني حطيتها جوا في الدولاب لأن لها مساحة في الدولاب جنب تحت مغسلة المغسلة. فزي ما تشوفون الله المستعان تشوفون اللي طلع من الدولاب. فبدأت أمسح، وهنا بعد ما شفتم زي ما شفتم في الفيديو، في لقطة في الفيديو كنت أسخن أكل لزوجي، فنسيت إن العين حارة يا بنات، جيت وشلت العين بيدي واتلسعت، يعني انحرقت من فزي ما تشوفون هنا برد علي، أكثر شيء برد علي معجون الأسنان لأنه كان بارد شوي فبرد علي. يا ربي لك الحمد، والله يا بنات تقول اللسعة هذه تقول في قلبي، ما تقول في يدي، تقول في قلبي. فالحمد لله كله بأجره إن شاء الله. خلاص هنا بعد ما ارتحت شوي غسلت المعجون الأسنان من يدي، بعد ما هديت يدي راح لأن ما كان عندي موبي، فراح زوجي راح جاب لي من الصيدلية موبي ورجع وحطيته على يدي، الحمد لله خفت الحمد لله. بعد ما خلصت طبعا رجعت كل شيء مكان، حطيت القصدير، حطيت الحوامل على الفرن، بدأت يعني خلاص بعد ما خلصنا تنظيف، غسلت الشجر اللي كان الزينة كذا والحاجات اللي كانت على الدولاب غسلتها ورجعتها مكانها. فلو دريت إنها راح تصير كذا كنت يا بنات شلتها، يعني ما خليتها على الرخامة أبدا، بس يلا
الحمد لله. فزي ما تشوفون هنا بعد ما خلصت المطبخ تشوفون الدرفة اللي أنا قلقتوه وفكيتها وحطيت مكانها الغسالة، هنا حطيت، والدرفة الثانية حطيت فيها منظفات، لأن العامر أخذ الدرفة بيسوي لي أرفف عشان يحط لي أحط فيها المنظفات وكذا، وهذه الهواية يا بنات اللي قلت لكم فتحت لها في الشباك، فالحمد لله ارتحت من الريحة، ارتحت من كل شيء، يا ربي لك الحمد. وتهوى المطبخ، حسيت إنه تهوى. فهنا بعد ما خلصت طبعًا اليوم الرابع بعد قبل ما نطلع الخميس، اشتهينا على أكل هندي، طبعًا الحمد لله يا ربي لك الحمد. آآ شبعنا من اللحم، فقلت نروح مطعم نغير جو يعني وناكل دجاج، بما أننا اشتهينا على الدجاج والأكل الهندي، فرحت رحنا. وبكذا خلصت معكم الفيديو، وإن شاء الله أنكم استمتعتم معي زي ما أنا استمتعت معكم، يعطيكم ألف عافية ومع السلامة.